سلام ونعمة. من ساعات قليلة لقينا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نزلت على صفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيان فيه الآتي: تزف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تودروس الثاني إلى فردوس النعيم الشهداء الذين سقطوا نتيجة التفجير الانتحاري الغادر الذي وقع داخل كنيسة القديس إلياس بمنطقة الدويلعكة في دمشق بسوريا. إننا ندين هذا العمل اللئيم وكل ما يشابهه من أشكال العنف والتخويف والحرمان أي إنسان من حقه الطبيعي في الحياة الآمنة. وستظل دماء هابيل الصديق تصرخ شاهدة على ظلم الإنسان لأخيه الإنسان حينما تسيطر عليه نوازع الشر ويختل ميزان الحق في نفسه فيظن أن القتل عمل حسن ويرضي الله. نصلي أن تملأ تعزيات الروح القدس قلب أخينا قداسة البطريرك يوحنا العاشر يازيجي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، وقلب أسر الشهداء وأن ينعم الرب بالشفاء العاجل للمصابين، وأن ينعم على سوريا الحبيبة وكل بلاد منطقتنا والعالم بالطمأنينة والسلام. إيه اللي حصل النهاردة؟ النهاردة الصبح يوم الحد 22 يونيو 2025 حصل تفجير إرهابي بشع جوه كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة في دمشق. ناس كتيرة كانت بتحضر القداس زي أي يوم الحد. فجأة دخل إرهابي وبدأ يضرب نار على الناس، وبعد كده فجر نفسه جوه الكنيسة. ناس قالت إن في كمان مهاجم تاني كان واقف برا الكنيسة وبيضرب نار على الناس وهي خارجة. عدد الشهداء لحد دلوقتي ما بين 20 ل 22 شخص، وده حسب بيانات وزارة الصحة السورية. المصابين أكتر من 50 شخص، فيهم أطفال وسيدات وحالات كتيرة منهم حرجة جدا. الأب الكاهن اللي كان بيصلي قال الناس كانت جاية تصلي بكل سلام، وفجأة بقينا بنشوف جثث مرمية على الأرض والمكان بقى كله دم. وكان في مقولة قالها الشاهد عيان كان موجود، إن الراجل دخل يضرب نار وبعدين رمى قنبلة وبعدها فجر نفسه. الناس كانت بتصرخ ومفيش حد عارف يعمل ايه. واحدة ست قالت كنت شايلة بنتي وقعنا على الأرض وكل حاجة حوالينا كانت بتولع. الكنيسة الأرثوذكسية طلعت بيان وقالت إن ده هجوم جبان ضد الأبرياء، وإنها بتطالب الحكومة بحماية الناس ودور العبادة. الحكومة السورية قالت إنها هتحقق في كل اللي حصل، وإن في خيوط بتشير لتنظيم داعش. كتير من الناس بدأت تتكلم عن ضعف التأمين وإن هم خايفين من تكرار الحوادث. الأمم المتحدة أدانت اللي حصل وقالت إن ده جريمة ضد الإنسانية. فرنسا واليونان وتركيا كلهم طلعوا بيانات تضامن وقالوا لازم يكون في حماية أكتر للمسيحيين في سوريا. فنانين زي يارا كتبوا على السوشيال ميديا قلبنا مع أهل دمشق، ربنا يرحم الشهداء ويشفي المصابين. من بعد ما وقع نظام بشار الأسد السنة اللي فاتت، سوريا بقت فيها فراغ أمني كبير، والمجموعات الإرهابية بدأت ترجع تنشط تاني، وخصوصا داعش. اللي حصل النهاردة ممكن يكون رسالة من التنظيم ده إنهم لسه موجودين ولسه قادرين يعملوا كده في قلب العاصمة. المسيحيين في دمشق حاسين بخوف شديد، خصوصا ان دي اول مرة كنيسة تتضرب كده من سنين. في مطالب كتير بتطلع دلوقتي ان يكون في حراسة على الكنايس، خصوصا في وقت القداسات والمناسبات. الاهالي كمان بيقولوا لو احنا مش امنين واحنا بنصلي هنكون امنين فين؟ ملخص سريع: التاريخ كان يوم الحد 22 يونيو 2025. المكان كان كنيسة مار إلياس حي الدويلعة في دمشق. طريقة الهجوم كان إرهابي دخل الكنيسة ضرب نار ورمى قنبلة وفجر نفسه. عدد الشهداء من 20 ل 22، عدد المصابين من 52 ل 63. الجهة المتهمة غالبا تنظيم داعش، وتأثيره خوف ورعب كبير من المسيحيين وغضب في الشارع السوري. اللي حصل النهاردة في كنيسة ماري إلياس مش مجرد تفجير، ده ضرب لقلب الناس وإيمانهم وأمانهم. الدين عمره ما هيكون هدف،
ولا المصلين عمرهم ما يكونوا أعداء. ربنا يرحم الشهداء ويشفي كل مصاب ويصبر أهاليهم. لو عايز تتابع تطورات القضية وتعرف أسماء الشهداء أول ما تنزل أو أي بيانات جديدة، قول لنا في الكومنتات. شكرا ليكم، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تتابعوا كل جديد. عايز اقول لكم ان بعد ما صورت الفيديو وسجلته لقيت بيان نازل من الازهر الشريف على صفحته الرسمية على الفيسبوك. البيان بيقول الآتي: الازهر يدين تفجير كنيسة ماري إلياس ويعزي أبناء الشعب السوري. يدين الازهر الشريف بأشد العبارات الجريمة الإرهابية النقراء التي استهدفت كنيسة ماري إيرياس في منطقة الدويلعة شرق دمشق، التي أودت بحياة عشرات الأبرياء من المدنيين وإصابة آخرين، وذلك على يد إرهابي غاشم تجرد من كل المشاعر الإنسانية والرحمة. ويعلن الأزهر للجميع أن مثل هذه الجرائم الوحشية تناقض كل التناقض مقاصد الأديان السماوية وتعاليم الأخلاق والإنسانية، وهي اعتداء صارخ على حق الإنسان في الحياة والأمن والعبادة، كما تؤجج نار الفتنة بين أبناء الوطن الواحد. ويطالب الأزهر الجميع بالتصدي لهذا الإرهاب الأسود بكل أشكاله، وبذل كافة الجهود من أجل استقرار المنطقة وحماية المدنيين وإنقاذهم من براءن العنف والطائفية المحيطة. وفي ظل هذا الظرف الأليم يتوجه الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، ويؤكد وقوفه إلى جانب الشعب السوري الشقيق في مصابه الجلل، داعيا الله تعالى أن يلهم الجميع الصبر والسلوان، وأن يجعل بشفاء الجرحى والمصابين.